السلام عليكم. البطل اللي امتحانه بكرة، البطل اللي هيشرفنا ان شاء الله ويطلع من اللجنة ربنا جابر بخاطره، وان شاء الله يكون حل في الامتحان باحسن طريقة ممكنة. عزيزي، حاسس ان انت خايف، حاسس ان انت قلقان، مش فاكر يا دكتور اي معلومة في المنهج؟ ده طبيعي جدا، ده بالعكس، كل ما هتكون مذاكر اكتر وكل ما كنت طالب شاطر اكتر كل ما هتحس ان انت ناسي اكتر. وانا قلت لك ان ليلة امتحان الكيمستري صابح عليك تاني يوم الصبح امتحان، طبيعي جدا ان انت هتكون ناسي كل حاجة، والاحساس ده هيفضل موجود معاك لحد يوم الامتحان، لحد يوم اللجنة الصبح، لحد ما تستلم الورقة، وبعديها كمان بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. طب يا دكتور الحل ايه؟ حبيب قلبي، احنا عايزين نتفق مع حاجة. اقسم بالله انت بطل يا بطل، انا عايزك بكرة تفرم اللجنة. انت ان شاء الله هتبقى قاعد بكرة في الامتحان، اي سؤال هيجيلك خلينا متفقين ان انا كده كده يا دكتور هحله. انا مش هسيب الامتحان يكسبني، انا مش هخسر ان شاء الله يا دكتور الجولة دي. هحاول على قد ما اقدر بثقتي في ربنا ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبي، لا انا ولا مدرسيني ولا اهلي طول السنة. انا كده كده واثق يا دكتور في ربنا. بص، ايا كان الامتحان هيجي عامل ازاي، ايا كانت الدرجة والنتيجة اللي ربنا كده كده كاتبها لي، انا عملت كل حاجة انا اقدر عليها، وفي النهاية حاسس ان انا مقصر. ده طبيعي جدا، اي حد عليه امتحان الصبح مهما كان معاه وقت في الدنيا، والله لو قلت لك انت عندك 10 سنين قبل الامتحان هتيجي برضو ليلة الامتحان هتحس ان انت كنت مقصر شوية، لو انا بس كنت شديتها. ده طبيعي، كل اللي عليك انا حتى لو كنت مقصر شوية، وده احساس طبيعي باكد لك، انا ربنا مش هيضيع تعبي، انا ربنا كريم وهتفاجئ من كرمه في ليلة الامتحان ان شاء الله، او حتى في النتيجة، او حتى في حياتي بعد كده. انا مش بحاسب ربنا بالقطعة، استغفر الله العظيم، انا مش مستني حاجة معينة عشان تبقى ثقتي في ربنا عالية، او ان انا واثق ان ربنا كاتب لي الخير. انا كده كده عندي يقين بحاجة مسلمة ان ربنا ان شاء الله هو كاتب لي الخير، ايا كانت بقى النتيجة وايا كان المكان اللي هتحط فيه. فعايزين نتفق بقى يا بطل ان السؤال اللي هيتحط قدامك في الامتحان انت هتتشقلب لحد ما تحله. انت بطل وهتعرف تتعامل ان شاء الله في لجنة الامتحان بكرة الصبح. اوعى يا عزيزي تخاف، اوعى تقلق، لان ده صدقني اكتر خطر واكبر كارثة ممكن تعملها، يضيع المجهود كله اللي انت كنت بذلته طول السنة. انا مش محتاج حد قلقان خالص، انا بقول لك تبقى مطمن، واثق قوي في ربنا وواثق في نفسك. هيتحط قدامي السؤال وهحله يا دكتور ان شاء الله. سؤال تريكي، سؤال لافف، سؤال فكرته عالية يا دكتور، سؤال بالنسبة لي انا ما عرفتش اجيب الاجابة على طول، هروح ابص على الاختيارات، احاول بالاستبعاد ان انا ارفض، بدل ما كان عندي 4 اختيارات بقى معايا اختيارين بس. احاول يا دكتور اشوف انهي الاجابه اللي ممكن تكون اصح فيهم. الدنيا وقفت قدامي، انا ممكن استفيد بكتيب المفاهيم، كنت بلغتك بقى ازاي ونقدر نستفيد منه سواء واحنا بنحل الاسئله او حتى بنراجع. سريعا ااكد لك ان انت تقدر تستفيد من كتيب المفاهيم في كل الشابترز اللي عندنا، اللهم الا شابتر 3 مش هتقدر تستفيد منه قوي. طبعا انا مش بعتمد عليه اعتماد كامل، طبعا انا مش اي سؤال هيقابلني هروح اضيع وقت واروح ابص في كتيب المفاهيم، بس انا بقول ان لو في سؤال خلاص الدنيا واقفه قدامي، في يوز، في ايكويشن، في لون او حاجه انا يا دكتور نسيتها ممكن من التوتر او القلق، ده طبيعي جدا، هروح افتح كتيب المفاهيم. في شابتر 1 انا اقدر استفيد من البريدك تيبل، من الجدول بتاع الاكسيديشن ستيت، من اليوزز بتاعه الترانزيشن اليمنتس، اقدر استفيد كمان من الجنرال بروبرتيز، الجدول اللي فيه الماس والدانستي والبويلينج بوينت والميلتنج بوينت، لان دي فكره لازم هتكون جالك في الامتحان. اقدر استفيد من كل الايكويشنز بتاعه الايرن اللي عندي. في شابتر 2 الجزء النظري كله اقدر استفيد يا دكتور من معلومه الفالنسي لو حاجه نسيتها، اي ايكويشن موجوده عندي، اللون سواء بتاع البريسبتد او الجاز، الحاجات المميزه كلها بتاعه شابتر 2 اقدر يا دكتور ان انا استفيد بيها. في شابتر 4 انت عندك الجدول بتاع الالكتروموتيف سيريس، عند حضرتك الايكويشنز بتاعه الاربعه جالفانيك سيلز اللي عندنا، عندك الثري اكسبيرمنت الرسمه بتاعتهم بالايكويشنز. في الاورجانيك انا معايا اليوزز، معايا الايكويشنز كلها بتاعه الاورجانيك، هتشقلب يا دكتور وهحل السؤال ان شاء الله. طب يا دكتور هو انا المفروض اتعامل مع ورقه الامتحان ازاي؟
يعني انا اتحط قدامي الامتحان، هل يا دكتور اروح ابص مثلا على الاسئله السهله؟ هل يا دكتور اروح مثلا ابدا بالصعب؟ طب ابدا بالاورجانيك؟ طب ابدا بالمسائل؟ بص، هو المفروض ان الطبيعي بحل امتحاناتك الشامله من بدايه السنه بقى، سواء الامتحانات بتاعه المدرسين او حتى الامتحانات بتاعه الوزاره، سواء في مادتي او في اي ماده تانية، خلاص كل طالب بقى فاهم دماغه هو ممكن يكون بيتعامل او بيمشي ازاي مع الامتحان. طيب لو انت مثلا عايز تسمع رأيي، فانا بقول ان رأيي ان انت مش محتاج ان انت تضيع وقت، ولما يتحط قدامك الامتحان تقعد تبص على الأسئلة، لا مش هحل السؤال ده دلوقتي، لا هروح ادور مثلا على سؤال معين في الاورجانيك، لا هروح ادور على أسئلة شابتر 1، لا هروح ادور ابدأ بالمسائل. حبيب قلبي، انت يعني امتحانك مش مجرد سوري، مش مجرد معلومات بس، انت بتمتحن وبتصارع الوقت بتاع اللجنه معاك، لان طبيعي امتحان الكيمستري ودي حاجه اساسيه ان الاسئله طبعا بتكون محتاجه منك تفكير، عشان كده على قد ما تقدر بمهارات الحل ان شاء الله تكون فاكرها معاك، ان انت تحاول تكون بتحل السؤال بسرعه. فانا مش محتاج ان انا اكون بضيع اي وقت ان انا لسه اقرا السؤال، لا هسيب ده على جنب، لا هروح احل ده الاول. طب انا رايي ايه؟ انا رايي ان حضرتك جالك الامتحان، طبعا كل واحد بقى مش عايز اقول وحظه واللي ربنا مقدره ليه، ان الاسئله بتكون الترتيب بتاعها مختلف من نموذج للتاني طبعا. فالاسئله اللي هتجيلك كل واحد وقدر ان شاء الله ربنا يكون كاتب لك الخير فيه، على حسب يعني شخصيتك وعلى حسب دماغك ان شاء الله، يعني يكون الترتيب اللي جاي لك فيه الاسئله بتاعتك يكون ان شاء الله الترتيب الانسب ليك. طيب انا الاسئله يا دكتور مختلفه، وعلى حسب بقى كل واحد هيجيله الامتحان عامل ازاي. انا رايي ان انت هتبدا بالاسئله اللي معاك من البدايه خالص، يعني انت تمشي بالترتيب العادي، وهتحط لنفسك ليميت ان السؤال بياخد معايا من دقيقه لدقيقتين. انا قريت السؤال بالاختيارات وبعدين رجعت قريت السؤال تاني بتركيز، والله لقيت نفسي انا بماشي مع السؤال وعرفت احله واخترت الاجابه الصح 100% متاكد منها، تمام. طب لقيت نفسي رفضت اختيارين وفي اختيارين مثلا تانيين شاكك فيهم، اشطب على الاختيارين اللي انا رفضتهم واقوم قايل لنفسي ان انا لو اتزنقت في الوقت خالص فدول الاختيارين اللي انا هفكر فيهم، واسيب السؤال ما ضيعش فيه وقت كتير اكتر من دقيقتين. لا خلاص انا بسيب السؤال دقيقتين، دقيقتين ونص، 3 دقايق بالكتير قوي، انا هسيب السؤال واقوم داخل على السؤال اللي بعده. حبيب قلبي، ممكن يبقى في سؤال تريكي او سؤال تقيل فعلا في الامتحان، مش السؤال ده بقى اللي انا هضيع معاه الوقت كله واسيب بقيه الاسئله، ما يمكن الاسئله اللي جايه تبقى هي الاسهل بالنسبه لك. وطبعا حته سهوله وصعوبه تفرق برضو من طالب للتاني، انا ممكن تبقى الجزئيه دي بالنسبه لي انا اسهل، السؤال ده بالنسبه لي انا خلاص فاكر الاجابه بتاعته، ممكن واحد تاني لا يكون بالنسبه له مش ده الشكل بتاع السؤال مثلا اللي هو يفتكره على طول، فحته سهل وصعب دي ممكن تختلف من حد للتاني. ففي النهايه كل واحد بقى ايه، انا على حسب جالي الترتيب بتاع الاسئله همشي معاهم بالترتيب عادي. حليت يا دكتور السؤال اتحل معايا تمام، طب ما اتحلش معايا في اختيارين زي ما قلنا، خلاص انت بتقارن ما بين اختيارين، طب السؤال اخد دقيقتين ونص 3 دقايق، انا يا دكتور مش عارف في اي حاجه، لو في اي حاجه افتكرتها او في اي معلومه ريليتد بالفكره بتاعت السؤال اكتبها عندك، لان ممكن كمان شويه تلاقي نفسك نسيتها، فاكتبها عندك طالما انت فكرت وجاي في دماغك معلومه اكتبها عندك، حتى لو ما عرفتش تحل السؤال، حتى لو رفضت اختيار واحد اكتب يعني ايه النتيجه اللي انت وصلت لها، وتسيب السؤال ده ومش وانت متوتر، مش وانت قلقان، مش وانت دماغك عماله تفكر طب هو حل السؤال ده هيبقى عامل ازاي، لا بتنساه خالص وتخش على السؤال اللي بعده، وهكذا توصل للاخر ان شاء الله. بعد ما تخلص الامتحان ان شاء الله في البدايه كده الاسئله اللي كانت بالنسبه لك انت حلتها على طول، اديت لك ثقه في نفسك شويه، صدقني مع مرور الوقت هتلاقي نفسك خلاص حتى الاسئله اللي كانت تقيله شويه انا لما هرجع لها وافكر فيها كويس وبتركيز انا هعرف اتعامل معاها ان شاء الله. طبيعي جدا ان انت اول ما هيتحط قدامك الورقه يا عزيزي بتاعت الامتحان هتلاقي نفسك ناسي كل حاجه، اسوأ من دلوقتي. يعني لو انت حاسس ان انت ناسي دلوقتي شويه، انت اول ما تتحط الورقه قدامك انت ناسي تماما، انا مفيش اي كلمه يا دكتور ولا اي معلومه انا فاكرها، ده طبيعي جدا. وانا مكانك اقول لك كنت بعمل ايه الصراحه، يعني وانا صغير شويه كنت بقلب الورقه على ظهرها، كنت متعود على الحته دي مع ان انا عندي يعني درجه من بروده الاعصاب واليقين يعني في ربنا عاليه، بس كنت بقوم قلب الورقه، بس ده طبيعي التوتر والقلق ده، بقوم قلب الورقه على ظهرها ما بصش خالص على الاسئله لمده دقيقه ودقيقتين. انا كنت بقعد الصراحه ادندن شويه، بس لما كبرت يعني وبقيت قدك كده ولما دخلت جامعه وانت يا عزيزي خلاص كلها يعني 10 ايام اسبوعين وتبقى طالب جامعي،
بقيت الصراحه اذكر ربنا، يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب. اقعد اذكر ربنا كده، لو حافظ سوره معينه بقعد اقولها، بفصل خالص عن اللي حواليا، عن اللجنه بتاعه الامتحان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي ذكرني ما نسيت. واقعد ادعي مع ربنا ايا كان الكلام. طبعا انا كنت موزع عليكم ادعيه، لو الافضل ان انت تبقى بتقراها. طب انا يا دكتور ما جاتش في دماغي، شوف اللي يجي في دماغك. وانا كل اللي عايزك تبقى هادي وتبقى بتتكلم مع ربنا، بتقرا قران، بتقول ذكر، بتهدي نفسك على قد ما تقدر. نفس كده يدخل وتكتمه شويه، وبعدين تقوم مطلعه بالراحه 3-4 مرات كده، وقوم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب توكلت عليك، وقوم عادل الورقه. واقعد يا عزيزي ابدا مع الاسئله. مخك طبيعي في اول كام سؤال هتحس ان هو ايه، يعني هادي شويه، ما دخلش قوي في التركيز او الليفل العالي قوي، ده طبيعي. عشان كده انا برضو مش من انصار ان انت تقعد تضيع وقت، طب انا ابدا بالصعب، طب انا ابدا بالسهل، طب لا، مش محتاجك ان انت تقعد، ومش محتاج اقعد اشرح لك يعني ليه دي اللي انا بقوله لك يعتبر احسن حاجه لو انت طالب لسه مش محدد انا المفروض ازاي اتعامل مع الامتحان. زي ما بقول لك، هي احسن حاجه من غير ما نقعد نشرح كتير الاسباب، يعني ان انت هتمشي مع الاسئله. والله السؤال اللي يتحل على طول تمام، كل ما هتحل اكتر كل ما هتاخد ثقه في نفسك اكتر. عادي جدا يقابلني 4 5 6 10 اسئله، ممكن يكون قدري كده. اول 10 اسئله تقابلني في الورقه محتاجين تفكير عالي فعلا، محتاجين تركيز قوي، ما جاتش معايا دكتور من الاول، عادي جدا. خصوصا ان انت لسه في بدايه الامتحان، لسه برضو ايه، في سن التوتر او قلق، عادي جدا. حتى لو هتعديهم، حتى لو هتسيب لي اول 10 اسئله في الامتحان مفيش مشكله، كمل بعد كده. هتلاقي ان في اسئله في الامتحان ان شاء الله اتحلت معاك. لما ترجع تبص على الاسئله دي صدقني هيكون عقلك خلاص حضر، اتجمعت الماده كلها، وان شاء الله تبقى فاكر صوتي في الامتحان يا عزيزي. هتعرف تحل، هتعرف تحل. بس انا كل اللي طالبه منك تركيزك قوي، مش في كل كلمه، في كل حرف موجود عندك فيه السؤال. تركيزك مثلا وانا بتكلم عن الكيسي، سواء مساله او سؤال عادي، هو بيتكلم عن الرياكشن ده ولا بيتكلم عن الريفيرز بتاعه، ان الرياكشن متشقلب. مثلا وانا بتكلم في الاورجانيك، تركيزك قوي. شوف احنا كنا على طول ناكد على مهارات الحل، ان في اسئله كتيره في الاورجانيك انت بترفضها بالاستبعاد، خصوصا السؤال اللي يكون كاتب لك الاختيارات بتاعته ايوباك نيم، اسم الكومباوند، سواء بيقول لك سميه او بيقول لك اعمل رياكشن وقول لي اسم البرودكت. طالما الاختيارات موجوده معاك اسامي اورجانيك كومباوندز، تركز قوي ان في اسامي ممكن يكون كاتبها غلط اصلا. يعني اسم تيجي ترسمه تلاقي ان الكربون ماسكه ب5 بونز، ده خلاص مرفوض بمجرد النظر. اسم لقيت يا دكتور فيه ان البرانشز الحروف بتاعتها مش مترتبه الفابيتيكال، انا بكتب بنطق الفابيتيكال، اجابتي النهائيه بالابجديه، لقيته يا دكتور مبدل البرانشز، على طول ده برفضه بمجرد النظر. فاهم؟ ففي حاجات كده ان شاء الله تبقى فاكر كل اللي احنا قلنا عليه. خصوصا زي سؤال الاورجانيك ده، بقول لك يوفر عليك قوي ان هو بيحب يلعب اللعبه دي، يجيب لك الاسم بتاع الكومباوند الاسم نفسه غلط، سواء البرانشز او ان انت تيجي ترسمه تلاقيه اصلا مش مظبوط. فهتتعامل مع السؤال، هتتشقلب ان شاء الله على الورقه لحد ما تحل. اوصيك 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 تركيزك وانت بتقرا السؤال كلمه كلمه. اوصيك 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 النوم بدري النهارده تحت اي سبب من الاسباب. انت ما ينفعش تسهر. والله لو هتقول لي ان انا يا دكتور جات لي الاسئله بتاعت الامتحان وهقعد اذاكر، لا، مفيش حاجه اسمها كده، انت هتعمل كارثه. حتى لو فاضل لي يا دكتور حاجات كتير، حتى لو فاضل لك حاجات كتير، نام ويا سيدي ابقى بص عليها بصه وانت رايح اللجنه الصبح. بس مش الكم معلومه دول هم اللي يضيعوا المجهود بتاع السنه كلها. وانا اكدت عليك وده علميا مظبوط، والله انا بكلمك بكلام حقيقي. انت لو نايم كويس وقاعد في الامتحان هادي، قسما بالله تقدر تفتكر اجابه سؤال او معلومه ما اتقالتش غير مره واحده مثلا في بدايه السنه انت افتكرتها. سؤال مثلا قبلك فيه هوم ورك، ولا قبلك فيه امتحان غلطه مثلا انت غلطتها، او معلومه، والله عقلك يقدر يفتكرها طالما عقلك حاضر وهادي ونايم كويس. انما انت ضاغط على عقلك مش منيمه، حتى لو هتذاكر لي المنهج كله ارجوك بلاش تعمل كده. اخرك 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 12 12 ونص، يعني يوم ما تبقى واحده انا خلاص رحت في واحده دي، يعني انا نايم، ما ينفعش بعد واحده ده ابقى بره السرير. يا دكتور مش عارف انام، اشرب كوبايه لبن سخن او اشرب اي مشروب دافي، صلي ركعتين قبل ما تنام، صلي ركعتين لربنا اتكلم فيهم يا رب يا رب يا رب. شوف انت بقى اللي يجي في بالك اتكلم فيه مع ربنا.
وصلي الركعتين ونام. حتى لو هتغمض عينك بس وقاعد على السرير ماشي، انا موافق، ريح عقلك خلاص، ما تفكرش في اي حاجه، هتبعد الموبايل، هتبعد اي اسئله، هتبعد اي حاجه وخلاص. طب من هنا لحد يا دكتور ما هروح انام وفي يوم اللجنه لحد وانا حتى رايح الامتحان الصبح، من وقت ما تسمع الفيديو ده لحد اللجنه الصبح مفيش حاجه اسمها ان انا بسال نفسي او ان انت بتختبر عقلك، لان طبيعي هتكون ناسي. اقصى حاجه هتقدر تعملها ان انا ببص على السؤال بالمعلومه، السؤال بالمعلومه، السؤال بالمعلومه، ادخل اكبر قدر من المعلومات جوه مخي. انما هتضيع وقت وتقول لي انا لسه يا دكتور محتاج اقعد اختبر نفسي او اجرب نفسي في الحل، لا مفيش خلاص الكلام ده، احنا في ليله امتحان، عقلك مش مستحمل اي حاجه من دي. فانت الوقت اللي فاضل ده على طول سؤال باجابه. الناس اللي ممكن كان عندها مشكله في المسائل، الحسابات والارقام، الافكار بتاعه المسائل، ممكن قبل ما تنام تبص كده على اخر مثلا 5 امتحانات استرشاديه، افكار المسائل فيهم ان شاء الله يجي لك واحده بنفس الفكره كده في الامتحان، فتبص عليها كده المساله بقى بالفكره بتاعتها اتحلت كذا، المساله بالفكره بتاعتها اتحلت كذا، يمكن ان شاء الله تلاقي واحده او 2 من الافكار اللي انت بصيت عليهم، وان شاء الله يمكن تلاقيهم كلهم يا رب من الافكار اللي تلاقيها، حتى تلاقيها كمان بالنص وبالارقام ان شاء الله، ربنا كريم يعني. فاوصيك بالنوم بدري، اوصيك مش عايز حد قلقان، بطل يا زوز في ايه ايا كان، انا كده كده يا دكتور يقينا في ربنا ان مهما كان انا ان شاء الله هبقى شخص ناجح في المكان اللي ربنا يكتب لي فيه الخير. اتفقت معاك ان ثانويه عامه مرحله مهمه، ولكن هتكتشف بعد 2-3 من دخولك الجامعه ان دي ما كانتش اخر الدنيا، اقسم بالله، لا انا لسه يا دكتور الحياه قدامي. اوعى تسمح لحد ان هو يحدد انت هتبقى شخص ناجح او فاشل في حياتك بعد كده من مجرد درجه او رقم اتكتب على ورقه اللي هي الشهاده. لا يا حبيب قلبي، انا ايا كان الرقم اللي ربنا كتبه لي خلاص انا عملت اللي عليا، ويقينا ان انا المكان اللي هتحط فيه هبقى شخص ناجح. والله حد يتكتب له 100% ويبقى في مكان هيبقى شخص فاشل برضه طالما هو من جواه فاشل، فمش الدرجه يعني او الرقم هو اللي بيحدد. بنسعى ونعمل اللي علينا، ولكن انا من جوايا ان شاء الله يا دكتور هبقى شخص ناجح في المكان اللي فيه، يقينا وثقه في ربنا وفي نفسي ان انا ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور اخليك فخور بيا. انا كده كده واثق فيكم كلكم اقسم بالله، وواثق ان انتوا ان شاء الله هتبقوا شخصيات ناجحه ايا كان المكان اللي هتبقوا فيه. عشان كده يا زوز عايز لما اشوفك في الشارع بعد كده اجي واسلم عليك او انت تيجي تسلم عليا، لان انا والله واثق وفخور بيكم كلكم. في النهايه انا بشكركم، بشكر التيم الكامل سواء التيم العلمي او التيم الاداري، بشكر دكتور فرج عبد المحسن طبعا احد معدين الكتب الخارجيه زي كتاب التفوق وكتاب اعتقد كمان المندليف، يمكن انت شفت من افكار الاسئله اللي موجوده عندك في الملازم. بشكره طبعا عشان انا ما لحقتش اشكره في الفيديو بتاع الشكر في نهايه السنه. بشكركم يا عزيزي، وبشكر اولياء اموركم بجد، شكرا جدا ليكم على كل الحب والكلام الجميل اللي انا شفته منكم، سواء في رسائلكم، سواء في لما شفتكم على الارض في الريفيجنز، سواء في كلامكم اللي بيتقال عني او في رد غيبتي، من كل حاجه انا بشكركم جدا جدا. بشكر كل المدرسين اللي حاولوا على قد ما يقدروا يقوموا بدورهم سواء علميا او حتى ادبيا، ان احنا نطلع ان شاء الله او نحاول نكون سبب من الاسباب ان بيطلع جيل ناجح. يعني بشكر كل اللي بيحاول يقوم في المنظومه التعليميه بدوره ويكون يعني شايف ان ربنا رقيب علينا وان احنا معانا مسؤوليه ان شاء الله نكون قدها. ورسالتي حتى لباقي المدرسين او حتى باقي السناتر سواء في مادتي او في كل المواد التانية، ان ربنا مش شايلنا مسؤوليه، فنحاول نكون على قد ما نقدر مسؤولين عن جيل بيطلع هيتعامل بعد كده مع اولادنا، هيتعامل معانا بعد كده لما نكبر. الجيل اللي طالع ده اللي هيبقى فيه الدكاتره وهيبقى فيه الضباط وهيبقى فيه المهندسين وهيبقى فيه الناس بتوع الفنون وهيبقى فيه الناس الاعلاميين وهيبقى فيه كل المجتمع اللي حوالينا، هو الجيل اللي طالع ده ان شاء الله تطلع نفسيا احسن حاجه، جسديا وعلميا بقوه مخك وبقوه علمك ان شاء الله. كل واحد في المكان اللي يبقى فيه ان شاء الله ربنا يكرمكم. اشوفكم دايما يا عزيزي من احسن الناس اللي في الدنيا. هتوحشني يا زوز، خلاص الوداع يا حبيب قلبي. ان شاء الله تطلعوا بكره من الامتحان مجبورين الخاطر، وان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم ويجي الامتحان كويس تطلعوا مبسوطين وفرحانين. استناكم ان شاء الله بعد الامتحان كالعاده. اشوفكم يا رب دايما من احسن الناس اللي في الدنيا. شكرا جدا.